السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النهاردة يا جماعة يوم جديد وفيديو جديد، وسرحنا كده في العصاري نشوف الأرض ونشوف بقالنا 3 4 5 أيام ما سرحناش، ونشوف الأرض اهوت والرز منشفين عليه بقالنا 5 6 أيام، عشان كانت المية كانت رادت فيه وعملت ريم، فاحنا قعدنا بقالنا يومين 3 اهوت ما ملناهوش، والرز اهوت بسم الله ما شاء الله اتحسن بعد ما نشفنا عليه اهو. وادي مصر كلها يا جدعان، مصر كلها خضرة اهي بلد خضرة كلها، مساحة خضراء، اللي زارع رز واللي زارع ذرة واللي زارع، كلها أصناف حلوة وجميلة وبتفيدنا في الحياة. واحنا طبعا اهو ما احنا السايبين، ما بنسيبش اي حاجة يا جماعة اهو. زارعين ده فول صويا اهو، ده فول صويا يا جماعة اهوت، برضو محصول صيفي اهو على الجسور، بنستفيد من كل مكان. بس والله في دودة اهوت عايزة ترش اهو، في دودة اهو. التخريم ده اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة اهو عايزة ترش اهو. فول صويا برضو، ده فول الصويا دي بيتعمل منه جميع الأعلاف للحيوان والطيور، برضو كل حاجة لها فايدة وحاجات مفيدة للإنسان. وطبعا كل عام وأنتم بخير، ونسلم على أخواتنا وحبايبنا في ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، أشقائنا العرب حبايبنا من كل مكان، واخواتنا السعوديين والكويت حبايبنا اللي بيتابعونا من الكويت، والبحرين والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين الحبيبة والعراق، اخواتنا واهلنا في العراق بنسلم عليهم من أرض مصر. بنسلم عليكم إلى بلاد الرافدين، وبنسلم على جميع الوطن العربي الحبيب والكبير. وطبعا بنشكر برضو اللي بيدعمونا من فرنسا وجميع أنحاء الوطن، جميع أنحاء العالم. أنا متعود على جميع أنحاء الوطن العربي، فجميع أنحاء العالم اللي مشتركين معانا، وطبعا بيزعلوا لما بقول جميع أنحاء الوطن العربي الكبير. طبعا جميع أنحاء العالم كلنا اخوات واخوة، وبيدعمونا ومشتركين معانا في القناة. وبنقول للجماعة اخواتنا اللي بيتفرجوا على الفيديوهات بس وما اشتركوش، اشتركوا معانا في القناة فضلا وليس امرا. ووجودكم طبعا يهمنا وشرفنا، وتدعمونا وتساعدونا، وعشان نكبر بيكم وليكم ونستفيد كلنا من جميع المعلومات اللي بنقدمها لبعض. طبعا عمر الرز ده يا جماعة 15 يوم، احنا طبعا حطينا له في رش بالتنقيط كده على الحوال مع المية مع الري، عشان الحشائش اللي بتطلع فيه. وبعدين نشفنا عليه زي ما انتم شايفين، رويناه ميه ورجعنا تاني نشفنا عليه عشان الحشائش ما تطلعش فيه اهو. قرب الكاميرا لكم شويه كده، مفيش حشائش خالص طالعه في الارض هي الا الرز بس اهو، مفيش اي حاجه اهو. بعدين بنحط بقى، نبدا نحط له اسمده
زي ما يكون عندك بقى عندك نترات، عندك سماد اليوريا اللي موجود عندك، تبدأ ايه للفدان، تبدأ تحط له مبدئيا كده شكارة وتروي، والمية ما تقطعش خالص وانت بتسمد. يعني طبعا بتسمد على البضير، تبدره عادي بايدك كده وتبدأ الارض ما تنشفش من المية خالص عشان الأسمدة تجيب معاك نتيجة. طبعا الأسمدة دي بديل يا جماعة، لكن انت اصلا لو انت عندك السماد العضوي او السباخ زي ما بنقول، او الأسمدة العضوية اللي هي فضلات الحيوانات، طبعا ديت احسن بكتير وبتجيب نتيجة عالية قوي، وبتفيد الارض والنبات، وبتبقى الارض لها شكل تاني خالص. و مفيش احسن من الاسمدة العضوية اللي هو السماد البلدي اللي احنا بنقول عليه، او فضلات الحيوانات. فطبعا احنا مشينا معاكم المرحلة ديت ان شاء الله بإذن الله. نقدر لنا اللقاء مرة تانية، هنيجي نصور مع بعض فيديو عن واحنا بنحط السماد اليوريا للأرض، ونبدأ ننزل عليها مية إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة. النهاردة يوم السبت، على يوم الأحد بإذن الله أو الاثنين على أقصى تقدير هنبدأ نرويها ونحط السماد. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، كل اللي عامل قبل منك بأسبوع واللي عامل قبل منك ب10 أيام، اهو فترات زمنية مختلفة، ولكن كله في أثناء الحصاد كله طبعا بيجي مع بعضه. اللي مزروع الأول طبعا بيجي الأول وهكذا، فكله بيبدأ يجهز أرضه على الوقت اللي هو محصوله طلع فيه. وطبعا ادي الاجواء الريفية الجميلة اهي. مصر بلد جميلة يا جماعة، وبلد زراعية من الدرجة الاولى. مصر بتعتمد على جميع المحاصيل الزراعية زي ما انتم شايفين اهو. احنا بنصور من ارض الواقع وبنوريكم الحاجة على الطبيعة زي ما حضراتكم شايفين اهو. بنعمل كل حاجة، وطبعا من اجل رفعة بلدنا، وان شاء الله مصر هتتغير خالص خالص، وربنا يوفق الجميع يا رب العالمين. وادي طبعا كان الفيديو اللي بنتحدث معاكم فيه اهوت. وادي زي ما انتم شايفين اهو، الشجر وخضرة والمية اهي. الناس بتستغل كل حاجة يا جماعة، ما بتخليش اي فراغات خالص في الارض زي ما انتم شايفين. وادي البامية هي، كل واحد بيزرع على ارضه على كسور ارضه زي ما انتم شايفين كده، بيستغل كل شبر في الارض بحيث يستفيد منها ويعايش منها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا احنا بنقول ودايما بنقول الصورة ب1000 كلمة زي ما انتم شايفين كده اهو اهي. ادي الخضرة والارض بتاعتنا. احنا لما بنقول الارض بتاعتنا دي تشمل مصر كلها يا جماعة، بتاعتنا كلنا احنا المصريين اهو. والناس كلها في الاراضي كله ناس بيجري على لقمة العيش. الحياة تعب ومشقة، وما تعبتش مش هتلاقي حاجة
خالص تستفاد منها. فانت لازم تتعب وتشقى عشان كل ده يعود عليك بفايدة اهو زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا كده الفيديو قرب ينتهي معاكم، وطبعا ادعمونا واشتركوا معنا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد مننا. وطبعا دمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.